عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق ومحبي النادي الأهلي السعودي في كل مكان. طبعا أنا انحذفت لي أكثر من قناة من قبل، وإن شاء الله راح نبدأ بقناة جديدة ومتوكلين على الله. وأتمنى تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق لنستمر بدعمكم. هذا أول فيديو إلي في القناة، راح أتحدث فيه إن شاء الله عن خروج رياض محرز وأيضا فران كيسي عن النادي الأهلي. وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة راح نتحدث عن صفقات النادي الأهلي وعن مباريات النادي الأهلي وعن آخر أخبار النادي الأهلي. لكن أول شيء اليوم راح نتحدث فيه عن خبر خروج رياض محرز وفران كيسي من النادي الأهلي. لكن قبل ذلك أتمنى تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق وتحفزونا من أجل أنه نستمر بهاي القناة. أما بالنسبة لخبر خروج رياض محرز وفران كيسي من النادي الأهلي، أول شيء راح نتحدث عن خبر خروج فران كيسي من النادي الأهلي. شفنا في الساعات الماضية عدة أخبار متداولة في مواقع وصحف عالمية وحسابات على كل المنصات تتحدث عن خروج اللاعب فران كيسي من النادي الأهلي بشكل رسمي. نحن نعرف أنه من الموسم الماضي فران كيسي كان في شكوك حول خروجه من النادي الأهلي، لكن عدم توفر لاعبين أو إلى ما هنالك اتفقت إدارة النادي الأهلي على استمرار فران كيسي. وحتى اللاعب أيضا كان في عدة أخبار من الموسم الماضي أنه راح يخرج لنادي روما أو للدوري الإسباني أو حتى للدوري الإيطالي. عدة أخبار تحدثت في الموسم الماضي عن خروج فران كيسي من النادي الأهلي، لكن فران كيسي استمر مع النادي الأهلي وقدم مستوى جيد في أغلب المباريات، في إن كان في الدوري ولا إن كان في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقدم مستوى ممتاز طبعا في دوري أبطال آسيا للنخبة. لكن بشكل عام إذا بدنا نتحدث عن فران كيسي، قدم مستوى جيد في الموسم الأخير مع نادي الأهلي السعودي. وعدة أخبار مثل ما تحدثنا من الموسم الماضي كان اللاعب ينوي الخروج وكان في عدة عروض، لكن بشكل ما اتفق مع إدارة النادي الأهلي واستمر في هذا الموسم. يعني خبر خروج فران كيسي من النادي الأهلي كان متوقع بشكل كبير، عكس خبر رياض محرز اللي انتشر بشكل مو طبيعي وصدمة لجميع محبين وعشاق النادي الأهلي في الوسط الرياضي. أما بالنسبة فإلى الآن لم يتم تأكيد خروج اللاعب فران كيسي، لكن عدة مصادر تحدثت على انتهاء علاقة اللاعب فران كيسي مع النادي الأهلي. إن شاء الله إذا صار في تأكيد أو نفي في الأيام القادمة راح نأكد لكم إن شاء الله وننقل لكم أخبار اللاعب فران كيسي إذا راح يستمر أو راح يغادر من النادي الأهلي. أما بالنسبة للاعب ساحر النادي الأهلي، وقدم مباريات أسطورية وساهم بشكل كبير مع النادي الأهلي في الدوري روشن السعودي، شارك فيه أيضا، ساهم بشكل كبير في تحقيق النادي الأهلي في بالنخبتين على موسمين متتاليين. تحدثت عدة صحف وعدة مواقع أنه النادي الأهلي واللاعب الأسطورة رياض محرز اتفقوا على إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين. طبعا مثل ما نعرف أنه في بند بعقد رياض محرز يسمح للنادي الأهلي بفسخ العقد مع اللاعب قبل نهاية أو قبل نهاية عقده بسنة. فشفنا الأخبار تتحدث أنه رياض محرز راح يطلع من النادي الأهلي. أنا راح أتحدث، ما راح أنفي أو راح أأكد هذا الخبر، لكن خبر خروج رياض محرز من النادي الأهلي هو بحد ذاته كارثة النادي الأهلي. شفنا النادي الأهلي يعني رياض محرز قدم مستوى أسطوري مع النادي الأهلي في النخبة ولا في الدوري، عرضياته الركنيات اللي بيلعبها هو وإيبانيز. يعني حاليا في النادي الأهلي ما في لاعب أفضل من رياض محرز في النادي من اللاعبين. حتى إذا بدنا نحكي يعني مثلا حتى جالينو ممكن ينصاب لك 10 مباريات ما يلعب، ما يعني قدم مستوى ممتاز وسجل أهداف رائعة في النخبة، لكن مستوى ما هو بمستوى رياض محرز المعتاد. يعني رياض محرز استمراريته أفضل من جالينو، أفضل من فران كيسي، أفضل من كل لاعبين النادي الأهلي، أفضل من حتى إيبانيز وحتى من ديميرال اللي هم قلبي دفاع ولهم تأثير كبير مع النادي الأهلي. لكن استمرارية رياض محرز في النادي الأهلي والمساهمات اللي ساعد فيها النادي الأهلي ولاعبين النادي الأهلي والأهداف اللي سجلها
افضل من كل اللاعبين. فانت على اي اساس بدك تطالع رياض محرز وتنهي عقده؟ وايضا مثل ما نعرف نحن لنا تجربه مع النادي الاهلي في الموسم الماضي او قبل الماضي، لما خرج ماكسيمان من النادي الاهلي وبقيوا يمكن اكثر من نص موسم يمكن على ما اعتقد لحتى لاقوا بديل لماكسيمان، وجابوا جالينو بعدها. وبشيء ثاني، اليوم انت عندك اكثر من لاعب يعني ممكن تطالعوا. انزو ميو تحدثوا انه لعدم تسويقه، طيب لعدم تسويقه اللاعب وانه ما عنده عروض راح يستمر مع النادي الاهلي، فهي كارثه. اليوم انت تخلي لاعب مستواه سيء ومتراجع وتطالع رياض محرز اللي هو يعني ساحر النادي الاهلي. صحيح اذا بدنا نتحدث اليوم مثلا مستوى رياض محرز اللي قدمه امام مباراة الاردن كان سيء، ما قدم ذاك المستوى، لكن رياض محرز يبقى رياض محرز. اذا بمباراة كان سيء بيرجع بيعوض لك مباريات، مو مباراة واحدة. فانا وجهة نظري انه رياض محرز، خروج رياض محرز الى الان ما في شيء اكيد، في اتفاق حسب آخر الأخبار، لكن ما في شيء رسمي من النادي الأهلي أو حتى من اللاعب. لكن أنا أتمنى أنه يكون رياض محرز يحافظون على رياض محرز. رياض محرز ساحر النادي الأهلي، لمسات سحرية، أهداف أسطورية. فأتمنى أنه ما يطلعوا من النادي الأهلي، أتمنى يستمر موسم وموسمين مع النادي الأهلي. الأخبار اللي طلعت إلى الآن ما في شيء مثل ما تحدثنا تأكيد من إدارة النادي الأهلي أو من اللاعب، كلها أخبار منتشرة حاليا. خروج فران كيسيه بالتحديد ورياض محرز. فران كيسيه مثل ما تحدثنا قبل قدم يعني مباريات كبيرة ومباريات الحسم، يقدم لك مستوى أسطوري فران كيسيه، لكن أنت تحتاجه في الدوري أيضا. فران كيسيه قدم مباريات سيئة، مو حتى أقل من جيدة، سيئة في دوري روشن السعودي. فنحن نتمنى أنه يجيبون إذا طلع فران كيسيه، أتمنى ما يصير فيه مثل ماكسيمان ويجيبوا لاعب بديل له قبل بداية الموسم. لكن رياض محرز أتمنى ما يطلع من النادي الأهلي، أتمنى يستمر مع النادي الأهلي أقل شيء موسم. في هذا الموسم أتمنى أنه النادي الأهلي هذا الموسم حقق نخبتين آسيا، أتمنى يكون يركز على الدوري ويحقق الدوري. لكن بخروج رياض محرز يعني بشبه 60 أو ل 70% أنا أغسل إيدي من الدوري حقيقة. يعني إدارة النادي الأهلي أو اللجنة، صندوق الاستثمارات أو إلى ما هنالك، يعني صعب إنه يجيبون بديل لرياض محرز بقيمة رياض محرز في هذا الموسم. أتمنى يكون الخبر غير صحيح، لكن الخبر منتشر بشكل كبير بكل المواقع بكل الصفحات قاعدين يتحدثون عنه. أتمنى ما يكون صحيح، أتمنى استمرارية رياض محرز. وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة إذا شفنا في دعم على هذا الفيديو إن شاء الله بنتحدث عن تأكيد أو نفي الخبر خروج رياض محرز أو استمراره في النادي الأهلي. أتمنى ما تنسونا من دعمكم من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.